السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك. النهاردة في الفيديو هتكلم عن فترة حملي في الشهر السابع والثامن من الحمل، اللي هو خلاص يعني اخر فترة او التلت الاخير من الحمل. انا حابه اقول لكم في الاول ان مش شرط اللي حصل معايا يحصل مع اي حد عشان هو عمل حقن مجهري. لا، في ناس بتبدا تتحرك وتمارس حياتها طبيعي بعد مثلا 3 شهور 4 شهور من الحمل. لكن انا حملي كان يصنف من الحمل الخطر، وكان عندي اللي هو بيقولك اجهاض مبكر وحاجات، يعني حاجات غريبه كده يعني، وطلق مبكر وكلام زي كده. فعشان كده انا كنت نايمه طول فتره حملي لحد يوم الولاده. السابع والثامن هم دول اصعب شهرين بصراحة. يعني الانيميا بتاعتي بدأت تقع خالص يعني. غالبا انا مرة كنت عملت تحليل كان 8. الضغط بدأ يعلى في الشهر الثامن. انا بدأ ظهري يوجعني، مفيش نوم بالليل نهائي. يعني السابع والثامن دول مفيش نوم بالليل نهائي. دي العناصر، دي الحاجات الاولية اللي انا بحكي لكم عليها يعني. نفس وضعي انا كده كده، ما كنتش بتحرك طول فتره حملي، كده كده نايمه على السرير باكل وبشرب. يعني لما اروح الحمام خلاص ده بالنسبه لي مشوار. لو رحت من الاوضه دي للاوضه دي مثلا قدام التلفزيون ولا حاجه، ده بالنسبه لي مشوار تعب خلاص. اليوم اللي انا بروح عند الدكتور فيه بجد باجي منتهيه خالص. ان انا اصلا خلاص تعودت، جسمي خد على الراحه، مش قادره ابذل اي مجهود نهائي. بمشي بالراحة خالص. بصوا بصراحة هو نظام حياة صعب جدا، بس الحمد لله انا طول فترة حملي كنت بس يعني الحمد لله ان اليوم عدى، الحمد لله ان اليوم عدى على خير، الحمد لله ان الدنيا اتعدت على خير. فزي ما بقول لكم كده فضلت برضو على نفس الوضع السابع والثامن. طبعا حصل لي السابع والثامن غالبا من نص السادس كده، اذا كنت يعني الذاكره ما خانتنيش، انا استبدلت برونتوجيست بنوع تاني بيتاخد كل 3 ايام مرتين في الاسبوع. بس ده غير انه هو مثبت بيرخي عضلات الرحم وبيهدي الانقباضات وبيخلي كان في تحجيرة كده في بطني غريبة، والمفروض هي ما تحصلش غير في الاخر خالص، يعني اواخر الحمل، اللي هو انت راح تولدي، دي علامة من علامات الولادة. فهي حصلت لي، فالدكتور بدل لي ده بده. بس هو ده اللي انا كنت ماشية عليه، وكنت ماشية على الكالسيوم والكالسيوم والحديد. الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم باين، في نوعين، في كالسيوم مغنيسيوم وفي حديد، صح؟ ايوه تمام كده. والمثبت اللي انا بقول لكم عليه ده، بس هما دول بس، مفيش اي حاجة تاني، مفيش اي علاج تاني. الفترة دي زي ما الانيميا يا جماعة، عشان الانيميا انا طبعا كنت باخد حديد. بس البنجر من الحاجات اللي ساعدتني خالص اني ما اعالجش محاليل. اي حد في وضع حامل في توأم في الشهر السابع او الثامن، دايما الانيميا اول ما تنزل خالص كده دايما يعالج محاليل ويلا محاليل وبتاع. فانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس هي فكرة البنجر ان انتي يعني تاكلي بكمية كبيرة. يعني هو البنجر ده شبه الجزر كده، انا مش عارفه، او شمندر، في ناس بتقوله شمندر، شبه الجزر كده. وانا كنت بقطع معاه تفاح وبنجر، واكلهم كده زي السلطة بالمعلقة كده زي السلطة. فهي عايزة كمية كبيرة عشان ترفع معاكي، وكل يوم حتى لو اكتر من مرة في اليوم، اكتر من بنجراية في اليوم. او يعني انا كنت باخد بنجرتين صغننين وتفاحة. تمام. انتي لو مش قادرة خلاص خليها بنجرة، عايزة اكتر ماشي، بس هي دي اللي هتزود معاكي الانيميا، هتزود نسبة الهيموجلوبين في الدم، وهترفع معاكي نسبة الانيميا خالص. دي من الحاجات اللي انا كنت على طول من نص السادس غالبا، من اول ما حسيت ان خلاص كده الانيميا بدأت تلعب معايا، على طول بروتين، كل يوم بروتين. فانا النظام الغذائي ده هحكيهولكم على يعني يعني في فيديو. النظام الغذائي ده في فيديو. هو مش نظام قوي قد ما انه هو اكل صحي، انت تهتم بصحتك وباكلك بس، يعني مفيش اكتر من كده، ما تضغطيش على نفسك، بس تهتمي بصحتك وباكلك. يمكن انا عشان توأم الموضوع كان يعني، حتى انا ما عنديش اصلا انيميا. يمكن انا عشان توأم هو اللي اثر معايا، فانا مش عارفه بصراحه، بس هو ده اللي انا الوضع اللي انا كنت فيه، وكان دايما بيحصل لي تقلصات.
دايما في تقلصات، وكنت باخد حقن مضاد للتقلصات عند اللزوم. دي دايما بتحصل لي، وكنت دايما احس ان هي خلاص دي ولادة، يعني كنت احس ان دي ولادة. بس هو الدكتور كان بيقولي لو انت خدتي حقنة التقلصات دي وخلاص الألم مشى، يبقى دي تقلصات عادية، ما مش هتأثر يعني، او مش انقباضات وخلاص الرحم فتح وخلاص في ولادة مبكرة او كذا. لكن طول ما مثلا لو خدتيها وما جابش معاكي نتيجة، او بعد كام ساعة رجعتي حصلك تقلصات تاني، فانت كده لا دي ولادة وتبدأي تقلقي. فكان كاتبلي على حقنة التقلصات دي، كنت دايما باخدها بصراحة لما تجيلي تقلص زي مغص كده او ألم متقطع زي ألم البريود ومش متحملاه. السابع والثامن برضو رجع لي الترجيع في فترة السابع والثامن ده بصراحة يعني من أصعب الحاجات برضو، إن أنا أرجع كل يوم مش عارفة إيه اللي حصل. مع إن أنا خدت فترة من نص السادس كده وكانت الدنيا حلوة خالص، الخامس والسادس ما كنتش برجع، كنت باكل كل حاجة، وكنت باكل كويس والأكل في معدتي. فمش عارفة يعني مش عارفة ايه اللي حصل. فرجع لي الترجيع تاني، ان انا برجع طبعا، والحمل كبر وبطني، فكان ظهري بيموتني، واحس بمغص واحس بتقل واحس ان انا هولد خلاص، يعني احس اني يعني كنت ارجع واموت على السرير تاني، ما انام يعني ما احسش باي حاجة. فدي برضو من الحاجات الصعبة. حرقان المعدة، حرقان المعدة، انام اصحى اكل اشرب كل حاجة وانا معدتي حرقاني، في حرقان، في نار في نار في فم المعدة كده، يعني كنت احس ان انا عايزة الحتة دي اطلعها انضفها كده وارجعها تاني معدتي. فبس ده طبعا من ضغط البيبي، مش شعره ولا الكلام الفاضي ده. انا اصلا البيبيهات كانوا رؤوسهم تحت ورجلهم فوق، هما اتنين. ف فده من ضغط البيبي مش من الشعر بتاع البيبي، فبيضغط على المعدة، والمعدة طبعا مش متحملة. فحرقان المعدة ده انا كنت باخد كده كده برشام للترجيع، كان بيهدي نوعا ما، بس ممكن مثلا يهديها لما اخد البرشامة ساعة او ساعتين اكل خلاص، لكن اقل اكل او اقل حاجة الاقيها رجعت تاني. فحرقان المعدة ده انتي ماشية بيه، بس انا كنت بشرب لبن، فهو كان بيهدي معايا برضو، وبجانب البرشام. فكانت الدنيا تبقى ماشية نوعا ما، وايام مثلا تبقى مثلا صعبة خالص، وايام لا صعبة ان انت تتحمليها يعني. فبرضه حرقان المعدة ده كان متلازم معايا الشهرين. ألم الظهر الشهرين. طبعا مش هتعرفي تقومي وحدك، عايزة حد يقومك. انا حرفيا كنت عاملة زي البطريق، مش عارفة تتنقلي من الظهر ده ولا الظهر، من الجنب ده ولا الجنب ده، تنام على ظهرك تعبانة، تنام على الجنب ده تعبانة، تنام على الجنب ده تعبانة. خلاص البيبيهات بدأوا يعني كانوا خلاص يعني كانوا يعني عظم، انا حاسة في عظم في بطني كلها عظم كده. لدرجة ان انا مكنتش متحملة خالص خالص ان حد يلمس بطني، ولا اني انا المس بطني مثلا. وكنت حاسة بطني كلها مشدودة، عارفين انتوا كأنه معاكم كيس كده وعمالين يشدوا فيه، او عاملينها ببلاستر كده. فدي بصراحة التشققات اللي ظهرت دي كانت هي اصلا الماني. فمن الغلط ان انا ما كنتش بستخدم ليها زيت زيتون حتى، ولا اي كريمات للتشققات دي اللي ظهرت في بطني، او ان هي بطني المتني فانا استخدم. طبعا انا بصوا طول فترة حملي كل همي اني اولد وخلاص، انا عايزة اخلص وخلاص، ما كنتش مستمتعة بفترة الحمل. ما كنتش اللي هو الله وفرحانة ومش بالنسبة لي كان حمل كبير 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 وعايزة انزله بجد. يعني انا دلوقتي بستغرب نفسي ازاي ما استمتعتش في فترة الحمل، ازاي ما صورتش في فترة الحمل. اما معيش غير صورة واحدة بس يوم الولادة، اللي هو قبل ما ادخل اولد صورت بس، فقط لا غير. فدي من الحاجات اللي بصراحة يعني. فانتوا من كتر الضغط، من كتر ما انا مضغوطة، من كتر يا ربي طب حاجة تحصل، طب انتي خايفة تولدي مبكر، طب البيبيهات يدخلوا الحضانة، طب مش عارفة، طب الانيميا، طب الاملاح، طب الضغط بدأ يعلى علو غريب كده. انا مش عارفة، انا بدأت الشهر الثامن واكتشفت ان عندي ضغط حمل، ما كانش عندي ضغط حمل، كنت دايما اجهزه مظبوط. عايزة اتبع الضغط اول باول، حركة البيبي يا سلام بقى، لو يوم ما تحركوش انتي انا بقى هموت حرفيا يعني. عايزة افهم ايه اللي حصل، خلاص انا حاسة ان في حاجة غلط حصلت، عايزة اعمل جهاز السونار ده، انا كنت عايزاه معايا في البيت بصراحة، كل شوية اعمل سونار واشوف ايه الوضع جوه. فانا اكتر هو حملي كله بصراحة توتر.
وانا ما انصحش اي حد مهما كانت حالتك، فانت لا، استمتعي بحملك واستمتعي، عشان دي تجربة يعني ما تتكرر ولا لأ تاني، او تجربة انت بعد عنها واخداها بصراحة. فلا، فالشهرين دول من اكتر الحجنة تاخديها، كنت باخدها مرتين في الاسبوع، فربنا ما يكتب على حد طبعا. الحجن دي بصراحة حجن صعبة، وكانت بتعمل لكميز كده، فعشان انتي من ما تلف عليها الدور وتيجي نفس الحجنة في نفس المكان صعبة خالص. كانت اصلا تفضل هي كده مش عارفة، واستخدم لها كريمات وبرضه مش راضية تروح. ف... فدي فترة حملي انا من اصعب فترات الحمل. فبصراحة لا، صعبة صعبة، ما جاليش سكر حمل الحمد لله. الحمد لله انا اصلا ما كنتش بشرب اي مشروبات خالص خالص غير لبن فقط لا غير، يعني اشرب لي كوباية لبن صبح وبالليل. فما كنتش بدخل نفسي سكريات، ما كنتش معدتي ما كانتش متحملة الحلويات. طبعا موضوع الاكل ده انا قلت لكم في فيديو وحده. بس هي ده الشهر السابع والثامن هم دول عدوا معايا كده. طبعا تجل على طول عايزه ادخل الحمام، مفيش يعني، كل شويه راحه جايه راحه جايه، خصوصا بالليل، خصوصا بالليل، وخصوصا ان انا كنت في الشتاء. يعني انا ولدت في شهر 12، فانا خدت 11 يعني باخر الشتاء، يعني الشهرين دول كانوا خلاص الشتاء بدأ والدنيا شتت. طبعا ما كنتش متحمله الغطا خالص، يعني الناس كلها بردانه وانا حرانه وزهقانه. فبصراحة كانت من اكتر الحاجات، انا مش عارفة اخد دشي، انا طول حملي ما خدتش دش وحدي، كان حد بيدخل معايا يديني الدش. شفتوا كمية المعاناة. ما كنتش بستحمى اصلا، يعني انت المفروض تستحمي تروج وتهدي، انا كنت بستحمى اتعب من الاستحمام. طبعا مجهود وبتاع. انا واحدة ما تعملش اي مجهود، كنت خصوصا في الاشهر الاخيرة دي يمكن انا خدت دش 4 مرات مثلا، كل 15 يوم مرة. تسألوني ليه؟ انا مش عارفة، هو كده كده الحمل ثابت وكده كده ما كسل خلاص انا جسمي. ودي حصلت لي معاناة بعد ما ولدت وقوم بالسلامة، معاناة اني اقدر اتحرك وامارس حياتي. انا كنت ناسية امشي ازاي، يعني طريقة مشي ازاي دي انا كنت ناسياها. فبصراحة يعني اذا حد الدكتور قال له راحة، ده كأنه بيكتف حريته. فانا فعلا بدأت ازهق، يعني انا في الفترة الاخيرة زهقانة، ولا مني قادرة اعمل حاجة، ولا مني قادرة انام وارتاح. الليل كله ما نايماش، النهار انام بسيط خالص، قلة نوم بطريقة مش طبيعية مش طبيعية مش طبيعية. حتى لما اقعد كده، يعني رؤوس البيبيهات كده يعني من تحت ورجلهم فوق، انا اقعد احس ان في راس عيل انا دايسه عليها. طول ما انا قاعده مش مطمنه مش مرتاحه، انام على ظهري مش مرتاحه، انام على الجنب ده مش مرتاحه. فبصراحة يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان الفترة دي عدت على خير. بس انا لما وصلت الشهر السابع حسيت نفسي خدت نفس كده، ان انا كنت، يعني الدكتور كان دايما بيقول لي لو وصلت الشهر السابع انت خلاص، يعني انت كده سلمتيني بيبيهات. لم بإرادة ربنا طبعا، كله بإرادة ربنا انه فهو كان بيقول لي يعني مثلا ممكن يدخلوا حضانة كام يوم وان شاء الله يطلعوا لك بالسلامة. فانا لما وصلت الشهر السابع بدأت استريح نفسيا، اهدى. بس المشكلة ان في حاجات كتير جدت عليا خلتني متوترة وخلتني دايما خايفة. وبعدين انا فكرة ان هم يروح حضانة دي كنت حاسة نفسي ان انا مش هتحمل وضع ان انا اروح لهم كل يوم ازورهم، انا هبقى تعبانة. اروح ازاي واجي ازاي يعني كنت فكرة دي مرفوضة بالنسبة لي برضو. خدت حقنة الرئة يا جماعة، يا جماعة، عشان ده موضوع مهم. حقنة الرئة اذا انتي حامل في توأم لازم تاخديها، او مش توأم هي كده كده مش مضرة. انا حاسة ان هي مش مضرة، فانا خدتها مرتين، واحدة في نص السابع، واحدة في اول الشهر السابع، واحدة في نص الشهر الثامن. حقنة عادية عضل، مفيش منها ألم مفيش منها خوف. الدكتور كان شاكك ان انا اولد طبيعي، اولد في اي وقت طبعا، ولادة مبكرة. فاول ما بدأنا الشهر السابع على طول خدتها عشان خلاص نبقى في الامان. بعد كده جالي جدديها عشان انت واخداها ليكي فترة. ففي نص الثامن عشان برضو شكينا ان ممكن لما دخلت الثامن بعدها ب15 يوم لا خلاص احنا كده هنلعب في وقت، خلاص انت تولدي في اي وقت. فاخدت برضو حقنة الرئة، حقنة الرئة ثم حقنة الرئة ثم حقنة الرئة. طبعا الولادة دي هتبقى في فيديو معين وفيديو تاني، الاكل ده في فيديو تاني انتظروه. ايه تاني عايزه اقوله في الشهر السابع والثامن؟ فانتي لو ليكي فرصه ان انتي تعبانه او شاكه في او شاكه في ولاده مبكره، خدي حقنه الرئه عشان دي هتوفر عليكي ان البيبيهات
او البيبي يكون بصحة جيدة، وان شاء الله ان شاء الله ما يحتاجش حضانة الا للصفرة بس، فانت الرئة تطمني عليها، فانا عشان كده خدتها. بس كده اعتقد ده كل اللي يخص السابع والثامن. لو انتوا شفتوا اي حاجة انا ما حكيتهاش عن السابع والثامن اسألوني، وانا برد دلوقتي على التعليقات بفيديوهات قصيرة، او ممكن انا هرد عليكي كده كده كتابة صراحة، يعني انا احس انه عايز يسألني لازم ارد عليه دلوقتي، وبعد كده ممكن اتكلم في فيديو قصير. بس اعتقد ده كل اللي فاكراه في السابع والثامن. بس عايزه اقول لكم لو انتوا في فتره السابع والثامن والله كل حاجه هتعدي ودي هتفضل ذكريات، فانتوا استمتعوا بذكرياتكم مع البيبي، وحاولوا تتصوروا كتير، وحاولوا تستمتعوا بالفترة دي. انا كل اللي كان غالب عليا في هذه الفترة التوتر 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 فقط لا غير، ما فكرش اي حاجة، وانا كان في مخي ان انا اليوم يعدي وخلاص. فبصراحة كانت فترة الحمد لله على كل حال، والحمد لله ان انا عديت منها على خير. بس كده عايزه اقول حاجه تاني في الشهر السابع والثامن، انا لو ناسيه اي حاجه وانتوا سالتوني انا هرد عليكم على طول. فلو انا نسيت حاجه ما ذكرتهاش وانتي حابه تستفسري عنها فياريت تكتبها لي في التعليقات، وربنا يرزق كل مشتاق الذريه الصالحه يا رب، ويقوم اي حد بالسلامه، ويدي يا رب كل اللي عاوز، وما يحرم حد من فرحه البيبيهات وفرحه الخلفه عموما يعني. بس كده، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله قريب. ولو عجبكم الفيديو ده حطوا لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.